مفيش تغيير، ودومونيك على طول يلعبها اماميه هناك حلو قوي لسيد معوض. وسيد معوض مين هيقابل هنا على طول؟ زي الشيخ طه. الله يا شيخ طه ويا ابو تريكه. نفس الكاميرا تيجي على الشيخ طه. ليت الشباب يعود يوما. هو بقى ده الشيخ طه يعني، وهو ده مثلا رضا الله يرحمه، هو ده بدر عبد الفتاح، الناس اللي كانت بتميل بوش رجليها كده وتحط هدف جميل جميل جميل. ابو تريكه يرد ملعب الامير محمد بن فهد زئير الجماهير المصريه. ابو تريكه بتمريره حلوه قوي قوي من سيد معوض، ولكن التمريره كانت احلى من احمد فتحي. يلعبها لسيد معوض، يلمها سيد معوض ويلعبها حلوه قوي قوي. بصوا هنا بقى، بصوا مال بوسط صح قوي وحط وش رجله صح قوي، والكوره دخلت صح قوي في احلى هدف حلو قوي قوي لابو تريكه منذ فتره طويله طويله. وكان ابو تريكه فعلا قال لك انا ما برتاحش الا مع مستر جوزيه. لك حق يا عم، الظاهر كده يعني الناس زعلت منه وبتاع. لعلي الشهري، وعلي الشهري على طول اماميه هناك. هل هيحصلها؟ حصلها الراجل وطالع عادل غلط جدا. يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، واضح جدا جدا الراجل راح يغطي على الكوره. وبعدين طبعا في ظل ما احنا في حفله اداها ضربه جزاء. مش مهم بقى يا جماعه، خلاص هنشوف الكوره دي ايه الحكايه. ادي مع جامبو يعني فيها برضه فاول الصراحه، انما الغلطه من الكابتن اللي رايح زي الديزل ده الصراحه يعني لازم بقى يعني ده انت بتحفظ يعني. شوف بقى يعني ماتش النادي الاهلي متقدم ومسيطر وعمل كل حاجه واحده، يعني المفروض ان احمد عادل كان ياخد باله، لسه بعيد الراجل قوي ورايح اهو الراجل ما غطش عليه، وبالتالي ده السيد عمل كل انواع الفاولات. هو فاول صح جدا ضربه جزاء لنادي القادسيه. يلا بقى احمد عادل غطش غلطتك، ومعين معين معين وحلوه، هدف حلو قوي لمعين بعد مضي 28 دقيقه من زمن الشوط الاول. معين شعباني يحط هدف من ضربه جزاء جميل جدا عشان المباراه تشد. وادي معين اهو يحطها على طول في سقف او في نص الجول زي ما انتم شايفين كده، هو تعدي من احمد عادل لانه هيعيدها تاني لعل وعسى بقى. وادي معين مره تانيه ويحطها احلى. وواحد واحد الاهلي، واحد القادسيه، واحد الاهلي. تقدم النادي الاهلي بهدف لابو تريكه في الدقيقه 23، ونجح القادسيه عن طريق معين شعباني في الدقيقه 28 من ضربه جزاء يتعادل القادسيه. 1-1 ومباراه كويسه وتدريبه كويسه جدا. حسام عاشور على طول هناك اماميه هناك عند دومينيك. دومينيك 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 عنده اعصاب هاديه قوي 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 قوي، عنده اعصاب هاديه قوي قوي قوي. حاسس بيه انا من الماتشات اللي فاتت، حاسس بدومينيك من ضمن مميزات المهاجم الجامد قوي انه يبقى اعصابه هاديه ما يستربعش قدام الجول. واخيرا دومينيك يحط الهدف الثاني للنادي الاهلي، هدف جميل لما هنشوفه. دومينيك هدف جميل في الدقيقه الاولى من الوقت الضائع من الشوط الاول. شوفوا حضراتكم بيروح وبعد بص بيستنى على الكوره، اتلعبت له الكوره وعلى طول رغم انها اتكعبلت مع معين، انما بصوا اهو خدها. بصوا بقى اي حد يلطش، انما لا استنى يا سلام، ثبت الناس كلها، ثبت الباك. بصوا عدى، بص ثبت الباك اهو وثبت الجول. وتعالى بقى هاتها بالشبكه زي ما بيقول حماده امام. وكوره حلوه حلوه حلوه، وكان بيلحقوا طلال ليه دومينيك 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 الديزل وهدف. الدومينيك ديزل دومينيك في الدقيقة 17 كده من زمن الشوط الثاني يحرز دومينيك الهدف الثالث للنادي الاهلي والثاني ليه من تمريره من مين؟ من محمد شوقي. بيفكرني بعز الدين يعقوب. زمان كان في لاعب اسمه عز الدين يعقوب ديزل، وقوي جدا وسريع جدا، وكان بدع فتاح الله يرحمه يسقط له الكوره قدامه، والجدع اللي حصله. بصوا
كان نفس الحكايه، الراجل يستلم ويروح. بص السرعه، بص السرعه، بص التهديد، ودومونيك والاهلي لقى ضلته. واعتقد ان الراجل ده هو بدا ياخد يزيد شعبيته على فلافيو بكتير قوي قوي قوي. 3 الاهلي 1 هو بيسلم على مستر جوزيه، باين عليه هيطلع، قول له كفايه كده فعلا لازم يحافظ عليه. هنشوف لكم 18 لقاء الذهاب، وادي هاتوا خد ويلعبها حلوه قوي قوي لشبانه، وشبانه لفرانسيس، وفرانسيس يلعبها حلوه قوي لنفسه وهدف، وفرانسيس وهدف، وفرانسيس وهدف، وتويتو كده ما بين شبانه وفرانسيس. وكانت كره مبعوثه من امير سعيود. 4 الاهلي 1 القادسيه، وفرانسيس اخيرا في الدقيقه 88، يعني في الدقيقه كده 42 43 من زمن الشوط الثاني، يحط فرانسيس الهدف. جميله، الناس اهي فرحانه وسعيده، النادي الاهلي اسعدهم. وهاتوا خد مع شبانه كده، عكس شبانه نمرته مع بقى 31 وامير سعيد 11، ولما عكسها بقى حريف. بصوا اهو لعبها حلوه قوي الصراحه يعني فرانسيس. وكأن الحظ يعني، واحد يقول لي طب هو ايه اللي جرى؟ اقول له فرانسيس لقى بقى ايه جو من الاحترافيه الصح، جهاز كوره بالمقياس، جديه. واحد هيقول لي يعني قبل كده ما كانش فيه جديه، اقول له لا، انا شخصيا انا اكون في عون حسام البدري في الفتره اللي قعدها، اللي هي كانت فتره هيجان وفتره عدم ثبات وفتره كده هو ما فيهاش استقرار، وفتره كان الكبير كان ب4 اهداف لهدف. ممكن الهدف الخامس والهدف الخامس والهدف الخامس الجميل جدا لشبانه، لبس الرقم 31، خد الفانيلا بتاع سعيود. وواحد من الناس اللي كانت برضو مش باينه اللي اسمه عبد الحميد شبانه. ويعني هنفضل نقول ان مستويات كتيره جدا عليت في الفتره اللي فاتت، استقرار، تدريب بوعي، ضبط وربط، مدرب عارف بيعمل ايه، مدرب شخصيه قويه، ارتياح نفسي للعيبه، في وقت يقدر يعدل فيه مستر جوزيه، في وقت للعيبه كل واحد واقف على سلمته مش بيتنافس مع الاخر، ده لعب وده ما لعبش ليه. وادي هدف الجميل بتاع عبد الحميد شبانه عشان يتقدم النادي الاهلي ب5 اهداف، يتقدم النادي الاهلي ب5 اهداف مقابل هدف للقادسيه في مباراه اعتزال على طول غازي العسير. نتمنى ان شاء الله يوم 18